الحاجات الرائعة الجميلة دي ايه؟ عندما خلق الله الأرض أخذت تهتز وتميت، فأرساها الله بالجبال الراسيات، فقالت الملائكة يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الجبال؟ قال الحديد يقطع الجبال. قالوا أخلقت ما هو أشد من الحديد؟ قال النار تذيب الحديد. قالوا أخلقت ما هو أشد من النار؟ قال الماء يطفئ النار. قالوا أخلقت ما هو أشد من الماء؟ قال السحاب يحمل الماء. قالوا أخلقت ما هو أشد من السحاب؟ قال الرياح تجري السحاب. قالوا أخلقت ما هو أشد من الرياح؟ قال ابن آدم يسخر الرياح. قالوا أخلقت ما هو أشد من ابن آدم؟ قال النوم فإن النوم يغلب ابن آدم. قالوا أخلقت ما هو أشد من النوم؟ قال الهم فإن الهم يذهب النوم. فقالت الملائكة يا ربنا أو خلقت ما هو أشد من الهم؟ قال ذكري وقول لا إله إلا الله فإن ذلك يذهب الهموم ويفرج الكروب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه في المقابر ذات يوم، فمر على قبر فأشار إليه وقال إن صاحب هذا القبر في عذاب، ثم واصل المسير مع أصحابه، وبعد فترة وجيزة وهو عائد من نفس المكان أشار إلى نفس القبر وقال إن صاحب هذا القبر في نعيم. تعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله كيف كان صاحب هذا القبر في عذاب منذ فترة وجيزة ثم أصبح في نعيم بهذه السرعة؟ قال لهم الحبيب لا أدري ولكن سأسأل لكم جبريل إذا جاءني بالوحي. جاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل لا أدري ولكن سأسأل لك الله. وصعد جبريل إلى رب العزة ثم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن ذاك العبد كان مذنبا عاصيا مات وترك زوجته حبلى فكان يعذب بذنوبه في قبره، وعندما ولدت زوجته أنجبت غلاما فربته، ولما بدأ يدرك الكلام أرادت أن تعلمه ما ينفعه فأرسلته إلى شيخ من أصحابك ليحفظه القرآن في الوقت الذي كنتم تسيرون فيه أمام قبره. فبدأ الشيخ تعليمه للغلام بأن قال له يا بني قل بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الغلام بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نادى جبار السماوات والأرض أن يا ملائكتي ارفعوا عن هذا العبد العذاب فقد خرج من ظهره غلام يشهد أنني أنا الرحمن الرحيم. لا إله إلا فكيف لا الله. أرحم أباه وهو يقول أني رحيم؟ يعني الولد نعم. هو اللي قال الرحمن الرحيم، شفعة الأب. شفع للأب. صحيح. أمال بقى لو الأب نفسه قال ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في لجج البحار، فإذا مات صاحب القرآن انطفأ ذلك النور. فيسأل الملائكة بعضهم بعضا أين صاحب القرآن الذي كان ينير بيته بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار؟ فيقال إنه قد مات. وساعتئذ يصعد القرآن إلى رب العزة فيسأله الشفاعة لصاحبه، ثم ينزل بعد أن يغسل صاحبه فيوضع بين الجسد والكفن، حتى إذا ما دفن صاحب القرآن وجاءه الملكان الأسودان الأزرقان وأجلساه للسؤال يتصور القرآن في صورة ملك جميل الطلعة، فيجلس بين صاحبه وبين الملكين السائلين، فإذا وجه الملكان السؤال لصاحب القرآن قال له القرآن لا عليك منهما، لا تخف ولا تحزن فإني قد سألت الله أن يشفعني فيك فشفعني. أنا أشعرت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لذلك كل إنسان فينا يفتح المصحف ولو دقيقة في اليوم، مجرد ما ينظر في المصحف ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ عليه بصره من أمراض العيون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدام النظر في كتاب الله حافظ الله عليه بصره ما دام حيا. أدام النظر يعني يفتح المصحف يبص فيه ولو نظرة كل يوم، ما تعديش يوم إلا ما تفتح المصحف حتى لو كنت أمي ما بتعرفش تقرأ بص فيه. 3 حاجات النظر فيها عبادة فقط. النظر في المصحف الشريف حتى لو ما بتقرأش، النظر إلى الكعبة المشرفة، النظر إلى وجه الوالدين بحنان. ال3 حاجات دي بتدي لصاحبها حسنات تثقل الميزان. لا إله إلا الله. يعني أنا مش عايزة أخلص وحياة ربنا، يعني الله يبارك لك، لأنه أكيد كتير من المشاهدين سمعوا وكلام حضرتك، أكيد في حاجات أول مرة يسمعوها. يعني الحمد لله بفضل الله الواحد بيقرأ قرآن وكل حاجة، بس إيه مش منتظم. أنا من النهاردة هنتظم، لأنه قد إيه أنا جوزي الحمد لله بفضل الله كل يوم بيقرأ 10 صفحات من القرآن، ده لازم. تقبل وثبت. فأنا غيرانة منه، فهبتدي أعمل كده على قد ما أقدر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بالظبط كده، هبتدي أنافسه. دكتور يعني شرفتني، وبجد سعيدة باللقاء النهاردة وبالمعلومات القيمة اللي حضرتك قلتها لنا. يعني بشكر جدا فضيلة الدكتور محمد السعيد عطلة من علماء الأوقاف.